السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعني مش قادرة اقول لكم احنا عايزين نتكلم عن انه شركة لاستر وصلت للعالمية. شركة لاستر فتحت فرع في دبي. شركة لاستر لو ما لحقتيش تلتحقي بيها كتوزيع او ما لحقتيش تشتري منها منتج وتجربي، علشان تقدري تعرفي الشركة فعلا ما شاء الله عليها فعالة ولا لا. طب وايه طرق الاشتراك و هنتكلم في كل تفصيلة. هو حضرتك ما عليكي غير انك تكلميني، تبعتيلي رسالة على الواتساب او على الماسنجر او تكلميني في التليفون اشرح لك ازاي تشتغلي معانا. انت بتبدأي الاول ب يعني لو ما عندكيش جروب بتقولي لي انا ما عنديش جروب. بصي، هو لازم عشان تشتركي، يعني الناس كلها بتيجي تقولي ايه، طب ما ينفعش اعتمد على المعارف؟ طب انت بتظلمي نفسك وبتحطي نفسك في دايره مغلقه صغيره جدا جدا جدا. وسائل الانتشار او وسائل التواصل الاجتماعي بقت مفيش اسهل ولا احسن منها. تمام. بقت سهله جدا 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 فوق ما تتخيلي. يعني بمعنى ننتظر كده ثواني. زي ما قلنا انه سهلة جدا فوق ما تتخيلي، بمعنى انك بتحصري نفسك في دايرة مغلقة. لا، احنا عايزينك توصلي للمرحلة اللي هي السهلة، اللي هي مرحلة الانتشار الحقيقي. انك تعلني الاول، يعني ايه، تعملي جروب واتساب. لو انت يعني الناس كلها متخوفة من الفيسبوك، عندكم حق والله، بس دي وسيلة للتواصل الاجتماعي. الناس بتستخدمها غلط، احنا بقى نستخدمها صح. احنا نستخدمها في التواصل الاجتماعي عن طريق الشغل بتاعك. طب يا مدام ده اصل جوزي مش موافق ان انا اعمل جروب. طب اصل انا لو عملت جروب ناس كتير هتكلمني وممكن تبقى فيها ناس غريبة ومش عارفة ايه وكلام. يا جماعة ده شغل. ايه يعني؟ ردي على اللي انت عايزة تردي عليه، واللي يقل ادبه احذريه. تمام. الشغل وارد فيه الحلو والوحش، انت اللي بتحددي ان انت هتكملي في الحلو ولا هتكملي في الوحش، ولا انا غلطانه؟ تمام. يبقى احنا نعمل الاول جروب واتساب لو جوزك متحفظ قوي ومش راضي ان انت يخليكي تعملي جروب فيسبوك. الحمد لله ربنا كرمه ولقاكي الدنيا ماشيه معاكي وما شاء الله الله اكبر، دخلتي ده ودخلتي ده، وجيرانك واصحابك واخواتك والناس كلها بتشتري منك، وهو خلاص بقى مقتنع تماما ان انت ما شاء الله الفكره دي، ده مشروع حلو جدا. هو اللي هيشجعك وهو اللي هيعمل لك الفيسبوك، هيعمل لك جروب، هيعمل لك بيج، هيشتغل معاكي، هيساندك. وهتبتدي تعملي ايه؟ تقولي لي انا مش عارفه اعمل جروب، هبعتلك ازاي تعملي الجروب، ازاي بتعملي البيج، ازاي تبتدي تعلني. هبعتلك القايمه جمله، هبعتلك القايمه قطاعي، هعرفك شروط الجمله، هعرفك ازاي تبيعي قطاعي، هعرفك ازاي، هبعتلك لينكات فيها كل حاجه، كل تفصيله عن المنتجات. وكيفية يعني ازاي انك تعملي تستخدمي المنتجات وطرق استخدام المنتجات. تمام. عايزاكي ما تتردديش ولو لحظة واحدة. عايزاكي هبعتلك لينك فيه طرق شرح ازاي تستخدمي المنتجات عشان ما تتضايقيش. وجدت فكرة دلوقتي ان انا اعمل لينك كده ابقى ابعته مع اللينكات اللي انا عاملاها لنفسي ليكم، يعني علشان تدخلي عليه فتلاقي كل المنتجات الشرح بتاعها بتستخدم ازاي والكلام ده كله. تمام. حلو قوي. يعني طب انا ما عنديش الجراءه ان انا اعمل. بصي، اساليني في اي وقت، في اي لحظه، في اي مكان. وقت ما تحبي ان انت تسالي لازم تسالي، ما ينفعش ان انت ما تساليش. اسالي عشان تتعلمي. هتسالي الموسم ده كتير، الموسم الجاي الناس هتسالك وانت اللي هتجاوبي. الموزعات اللي هيلاقوكي بتعلني هيسألوكي اصلا، صدقيني. يعني هتفرق معاكي جدا. هتتحمسي، هتحسي بكيانك، هتحسي ان انتي بقى ليكي يعني كيان، ليكي لازمة، ليكي خصوصية. يعني بصي، يعني الشغل هيغير حياتك
وفي الظروف اللي احنا فيها دي بجد انت محتاجة للشغل، واحنا محتاجينك تشتغلي معانا، واحنا محتاجين ان احنا نأدي الرسالة بتاعتنا للآخر ونوصلها للآخر عشان نقدر. احنا بنعمل حاجة إنسانية، احنا بنخلص البشر أو الإنسان من حاجة بتضايقه، من نمل، من صراصير، من بق. أنا بتبسط جدا 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 لما الناس بتاخد مني مبيد البق وتقعد تدعيلي. أنا كده مش بكسب بس فلوس، دعاوي الناس، يعني مش بكسب بس فلوس زي ما انا ما قلت، لا انا بكسب كمان دعوات كتيرة جدا. الدعوات دي بتبارك لي في رزقي ومالي وعيالي واسرتي. يعني انا مش قادرة اقول لكم كم الفرح الشديد لما بيكون في حد خد قهر الدهون وشله مشكلة. يعني فعلا بجد مش قادرة اقول لكم مدى الكم الفرح والرضا والسعادة اللي بكون فيه لما بيكون بجد في حد بيدعي او بيقول جزاكم الله خير على اللي انتوا بتعملوه معانا، او يعني كم الادعية. احنا ربنا بيكرمنا اصلا بيكم، يعني ربنا بيكرمنا بالعملاء اللي هم الكويسين، زي ما احنا ما بنلاقي عملاء تدخل تبقى اصلا متحاملة علينا، وتبقى اصلا جاية قرفانة من شركة تانية زهقانة فعايزة تلاقي الحل عندنا، ولو حست بس لمجرد ان الكلام مرتاحتش فيه. فعشان كده احنا بنتكلم مع الموزعين ان هم لازم يتكلموا مع العملاء برفق، يكلموهم بالراحة ويفهموهم بالراحة لحد ما ربنا ييسر لهم امرهم ان شاء الله، وياخدوا المنتج ويثقوا فينا ويعرفوا ان احنا مش كذابين، ان احنا مش بنضحك على حد، ان احنا شركة نمبر 1، ان احنا فعلا شركة عالمية، ان الناس تاخد المنتج وهي واثقة فينا تماما تماما تماما، ان هي تبقى متأكدة 1000000% ان احنا ما بندرش حد. يعني عايزة اقولك ان انت لازم تكوني يعني في شغلك تكوني معتمدة على انك بتأدي رسالة، بتأدي واجب عليكي، بتعملي عمل خيري قبل يعني ما بتاخدي فلوس على العمل ده. لا، انتي الاول اعمليها لوجه الله، هتبص تلاقي الله رضاكي. يعني لو انت بدأتيها بوجه الله صدقيني اللي فيها لله ما بتغرقش ابدا ابدا ابدا، بالبلدي كده زي ما بيقولوا. و بصوا يا جماعه، انا بتعب جدا في تسجيل الفيديوهات دي. انا موبايلي خنيق خنيق خنيق، يعني كل دقيقه بيفصل، ما تفهموش ليه. فانا بتعب جدا جدا في تسجيل الفيديوهات دي، فعشان كده ده السبب الرئيسي اللي مخليني ان انا ما بعملش فيديوهات بقالي فتره. فانا دلوقتي هغير الموبايل ان شاء الله، ادعوا لي واعمل لكم فيديوهات كتير. فاستودعكم الله الذي